وانتي بتسمعيني دلوقتي نفسك في ايه؟ في منكم اللي جه في باله الرزق، وفي اللي جه في باله راحة البال، وفي اللي جه في باله هداية ولادها، وفي اللي عاوزة ترمم قلبها من أي حاجة هي مرت بيها وعايزة تداوي جروحها، وفي اللي عاوز علاقات حلوة في حياته، وفي اللي عاوز زوج صالح، وفي اللي عاوز يبعد عن ناس مؤذية، وفي بقى اللي شاطرة وواعية وعاوزة حاجات كتير قوي، بس عاوزة الحاجات دي في الدنيا وعاوزة حاجات برضو في الآخرة. طيب ما تيجي النهاردة أقولك على 5 نصايح لو عملتيهم هترتاحي وهتحققي كل الحاجات اللي قلناها دي وأكتر منها واللي ما جاش في بالنا، وهتكسبي دنيتك وآخرتك مع بعض، وهتعيشي في سعادة وفي راحة بال. بس عاوزاكي تبدأي تطبقيهم فورا في رمضان من دلوقتي، ويدوب تلحقي اللي فاضل من رمضان، وإن شاء الله برضو تطبقيهم في باقي حياتك بعد كده. طيب إيه الحاجات دي؟ أول حاجة عايزة أكلمك فيها النهاردة وهي حقوق العباد. طبعا انت أول ما بتسمعي كلمة حقوق العباد دي بيجي في بالك ايه؟ حاجات كبيرة، اللي هو أكل مال اليتيم مثلا أو حد قاتل حد أو حاجات صعبة صح فظيعة. لا، عايزة أقولك إن حقوق العباد دي بتبدأ من أكبر حاجة لأصغر حاجة. فلازم، وهوضحها لك دلوقتي كلها، بس عاوزاكي يعني لازم تقعدي دلوقتي مع نفسك في رمضان وتفكري هل في حد ليه حق عندك ولا لا، عشان لازم ترجعي الحق ده على حياة عينك وحياة عينه. طيب هفسر لكم الموضوع كله دلوقتي. اول حاجه، حقوق العباد دي زي ما قلت لكم كده من اصغر حاجه لاكبر حاجه. ممكن حد يبقى عامل حاجه كبيره جدا في حد وظلمه ظلم كبير قوي، وممكن حد يبقى باص لحد بصه وحشه. في ناس نفسيتها فعلا ما بتستحملش البصه. ممكن نظره كده لواحده بتشتري منها حاجه في محل، واحده قابلتيها، واحده وانت بتشتري العيش، مش عارفه ايه، ابسط التفاصيل في حياتنا وابسط المواقف ممكن تكوني مريتي بيها، ويكون الشخص ده ليه حق عندك. ممكن باقي عند بياع مثلا انت سبتيه، الفكه لو ما مشيتيش من عنده وانت ما قلتلوش انا مثلا لو ما رجعتش مسامحني في الفكه دي ولا لا. ممكن اي حاجه تحصل حواليكي بجد، او حرفيا ممكن نظره، ممكن تستنكري فعل حد قدام حد. يعني حد تاني غلط مثلا في حاجه، فانت تقعدي مع شخص اخر يعني وتقولي لها ايه، هي ازاي فلانه عملت كذا، هي ازاي مش عارفه ايه، وتقعدي تستنكري عليها. او طبعا المعتاد والمنتشر الغيبه والنميمه، بتجيبي بقى في سيره الناس في العموم، يعني غير ان انت تستنكري الذنب، فانت عماله تغتابي وتنمي، وتحت كمان حجه ايه، ما انا بفضفض، ما انا في مشكله، ما انا لازم اقول، ما انا لازم اعمل. لا، الموضوع ده برضو ايه، بيبقى مربوط بضوابط معينه، مش ان انا اقعد كده وخلاص. يعني اللي من حقه يتكلم ده اللي هو ايه، الا من ظلم. انت عندك مثلا واقعه في مشكله معينه، فبتروحي تحكي عشان تاخدي مشوره، بتروحي تحكي لحد بغرض ان هو فعلا عارفه ان الحد ده هيفيدك، مش قاعدين ننم على الموضوع وخلاص وعماله تحكي وتزودي وتعيبي في الناس مثلا اللي عملت فيكي كذا وهكذا. لا، انت من حقك طبعا تحكي، بس هتقولي حصل معايا كذا كذا كذا، اعمل ايه، واللي قدامك ده بيكون فعلا بيديكي مشوره، مش قاعدين تجيبوا في سيره الناس وخلاص. في ضوابط كتير قوي في حياتنا. في بقى ناس مش عارفه اصلا، بتتعرض لحاجات كتير قوي ومش عارفه تاخد حقها من الناس دي كلها، فبتعمل ايه، بتطلع الضغط اللي جواها والكبت اللي جواها بقى على السوشيال ميديا، انها ايه، انها تقعد تكتب كومنتات لناس كتير قوي باسلوب فظ فعلا. طيب، برضو بيبقوا تحت حجة والستار ايه، ان انا، ما انا يعني انا شايفة حاجة غلط وبصلحها. الدين قال لنا ايه، نصلح، ما ينفعش نسكت على منكر. لا حضرتك، الدين قال لك ايه، تأمري بالمعروف. شفتي واحدة بترقص على النت، يا تخشي تأمريها بالمعروف، يا تحطي لسانك جوه بقك، مش تخشي تشتمي وانت ازاي بتعملي كذا وانت مش عارفة مين. خشي انصحي يعني، أمري بالمعروف فعلا، بالمعروف زي ما الآية قالت وزي ما ربنا وصانا في كذا آية. هتأمري بالمعروف، مش تقعدي بقى تشتمي ده مش بيديك الحق انك تقعدي تجيبي في سيرة الناس برضو، او تقعدي توصفيها بأبشع الألفاظ، او تظني انها بتعمل حاجات تانية غير اللي ظاهرة قدامك في الفيديو. او الكومنتات دي بجد بتبقى كارثة، انك تكتبي كومنت ومفكرة انك بتتخبي ورا ستارة الموبايل ده. لأ، أنتِ مش مستخبية من حد، كل ده مكتوب عند ربنا، وكل الكلمة اللي قُلتيها في حق واحدة أنتِ ما تعرفيهاش. أنا شخصيًا في ناس ساعات بتكتب لي كومنتات، يعني ما أعرفش أنتِ عايزة منّي إيه، لا في بيني ولا بينِك حاجة، ولا أنا جِبت سيرتِك ولا الموضوع يخُصِّك، وبتخش تكتب كومنت وِحِش وخلاص وتمشي. فأنتِ مشيتِ، أنتِ خرجتِ مثلًا من الفيديو أو خرجتِ من أي حد، مش أنا بس يعني، بس أنتِ ما خرجتيش عند ربنا، ده اتكتب. أنتِ لو عايشة وعارفة إن كل حاجة صغيرة وكبيرة بتتكتب، فأنتِ مش هتأذي حد. فاقعدي كده مع نفسِك راجعي حقوق العباد. طيب حقوق العباد دي فرضًا أنا واحدة النهارده خلاص أنا نويت إن أنا فعلًا كنت باظلم ناس وأنا عايزة أتوب عن ده. أتوب إزاي؟ العباد دول لو أنا عارفاهم لازم أروح وأقول لهم أنا مثلًا ظلمتك في جنيه، سامحني أو سامحيني أو تردي الحق، فلازم تاخديها منه المسامحة أو تردي المظلمة بتاعته يعني.
ظلمتك في كلمه، حرقت دمك، شتمتك، اغتبتك، عملتك مش عارفه مين، لازم تستسمحي الشخص ده ولازم تاخديه. فعشان كده اصلا من الاول انت ممكن تتعرضي لموقف محرج جدا وانت رايحه تطلبي منه المسامحه، هتضطري تقولي له انا عملت ايه. فمن الاول ما نعملش كده، يعني نحاول نتغلب على الموضوع ده عشان ما نتحطش في الموقف المحرج ده. طيب فرضا حد بقى مش موجود دلوقتي، انت ممكن تكوني ظلمتي حد. عارفين برضو الناس اللي هي بتقعد ايه ده انت فلاحه، انت صعيديه. على فكره حتى التريقه دي، التنمر بكل صوره، دي حقوق عباد. بجد انت ممكن، في بنات بتتدمر نفسيا، في بنات في المدارس لمجرد ان هم بيتنمروا على شعرها عشان كيرلي او عشان لابسه نضاره او عشان مش عارفه مين، البنت بجد ممكن توصل لدرجات وحشه جدا. فكل ده، طب انا فرضا اللي انا بقى غلطت فيه ده وعايزه اخد يعني اقول له سامحني وكده، مش موجود، سافر، مش عارفه اوصل له. حد قابلته في مواصلات وانا مش عارفه اوصل له تاني، حد مش عارفه ايه، مات، اي حاجه. طب ساعتها انا هعمل ايه؟ انا وقعت بقى في موقف وحش جدا. بصي، حق العباد بيترد من العباد، يعني لازم تاخديهم هم، ويعني تاخدي الكلام من بقهم هم ان هم يبقوا مسامحينك. تمام؟ طيب مش زي اي حق مثلا تقصير بينك وبين ربنا فمنك لربنا هتوبي منك لربنا، لا، الموضوع برضو بيبقى متعلق في رقبته. بس عايزه اقولك ان انت لو تبتي بجد بجد بجد، والموضوع بجد فارق معاكي جدا، وعارفه اللي هو بتعصري نفسك من جوه وندمانه على الموضوع ده ومش عارفه تصلحيه ازاي، بجد خلاص مبقاش الشخص ده قدامك او مش عارفه توصلي له او فانتي لو ربنا فعلا حس منك بندم، يوم القيامه ربنا بيجي على ناس معينه، مثلا انتي ظلمتي فلانه، فتيجي فلانه دي عايزه تاخد حقها منك، فهي هتاخد من حسناتك يا هتديكي من سيئاتها. تمام؟ طيب ممكن ربنا ساعتها بيعرض عليها قصر تحفه جدا وحاجه فظيعه ومنزله يعني هي هتنبهر منه. تمام؟ من كتر ما هو حلو قوي هتقول يعني ايه ده يا رب، ده لمين القصر ده؟ فربنا هيقول لها ده ليكي. فليا، طب اخده ازاي؟ لو سامحتي اختك فلانه دي، او لو فلان سامح فلان، يعني لو عافيتي عنها. تمام؟ فبرضه عشان تتعرضي للرحمه دي والعفو ده، ما هو مش كل الناس برضه هيحصل معاها ده، فده برضه شرط ان انت في الدنيا تبقي معصوره من جواكي وحاسه بغلطتك جدا وحاسه بندم، عشان ربنا فعلا يجعل توبتك، عشان بجد يوم القيامه تتعرضي للموقف ده، وباذن الله ربنا هو اللي في ايده ان هو يخليها انها تسامحك. تمام؟ فايا كان انت لازم تتوبي، ايا كان انت لازم تتوبي عن اي حاجه، ولازم تقعدي كده اول باول وتفلتري اي حاجه انت بتعمليها من صغيرها لكبيرها. لو ماشيه ما تاذيش طفل، ما تاذيش حيوان، ما تاذيش اي حاجه، ما بجد ما تخليش حد ليه حق عندك. تاني نصيحه عايزه انصحك بيها النهارده، وهي كنز الدعاء بظهر الغيب. وبالذات بقى عايزه اقول لك ايه، انت مثلا قاعده حاسه ان في حاجه معينه ناقصاكي، انت ناقصك رزق، ادعي لنفسك بالرزق وادعي للي حواليكي، او ادعي لحد معين يكون عنده مثلا ضائقه ماليه او في اي ظرف او في اي حاجه، ادعي له هو كمان بالرزق ده. عايزه مثلا ربنا يهدي لك ولادك، ادعي لاولادك كتير جدا، وادعي لغيرك برضو ربنا يهدي لهم ولادهم. حاولي، يعني احنا كده كده بندعي بظهر الغيب للكل بكل حاجه، ولكن عايزاكي تأكدي أكتر على فكرة إنه نفس الحاجة اللي ناقصاكي تدعي بيها لغيرك. كل حاجة أنت عاوزاها جربي كده تدعي لغيرك من المسلمين أو حد مثلا تعرفيه. زوجك مضايقك في حاجة، ادعي لصاحبتك مثلا لو زوجها مضايقها. ولادك مثلا مزهقينك في عيشتك، ادعي لأختك، وهكذا. بإذن الله بإذن الله ده هيعود عليكي، والملائكة أصلا اللي هيردوا لك الدعاء ده، فطبعا يعني دعاء الملائكة أحسن منك بكتير جدا. فبإذن الله ده هيبقى سبب كبير قوي من تيسير مشكلتك ومن حلها. فالدعاء بظهر الغيب ده كنز 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 كنز، مش عايزين نسيبه من حياتنا، سواء في كل حاجة، سواء بقى في الحتة بجد اللي انت بيبقى نفسك فيها. تالت نقطة عايزة ونصيحة عايزة أفكرك بيها النهاردة وأذكرك بيها، وهي إن انت طول ما انت بتدعي في رمضان وغير رمضان، في حتة بقى بتبقى بجد أنا متأكدة إنها واقعة من 90% مننا كلنا، وهي إيه؟ إن انتوا مش بتفتكروا الحديث النبوي الشريف اللي بيقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اقعدي كده مع نفسك بعد ما سمعتي الحديث ده دلوقتي وبعد ما سمعتي الكلام ده مني، هل وانت بتدعي ربنا النهارده مثلا في دعوة الفطار، انت بتدعي وانت متأكدة ان الإجابة حاصلة، يعني متأكدة ان الأمر ده هيتنفذ وهيتحقق وهتاخديه، ولا انت بتدعي وايه يا رب يا ترى، مش عارفة ايه، في شك جواكي بتدعي وانت بتجربي؟ هدعي رمضان المرة دي بقى اشوف ايه اللي هيحصل، يمكن انا مثلا ما كنتش بدعي قبل كده فهجرب المرة دي، ايا كان. يعني هل بتدعي قلبك بصيغة التجربة، ولا بتدعي وانت بجد موقنة بالإجابة؟ الحديث بيقول ايه؟ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. الحديث ما يحتملش كذا معنى، هو معنى واحد. هتدعي ربنا لازم تبقي موقنه بالاجابه. ده بيرجعنا لايه؟ ان انت عندك ثقه بالله، ان انت عندك حسن ظن بالله. انا عند ظن عبدي بي، ده كلام ربنا. هل انت بتنفذي كلام ربنا ان انت ظنه في الله خير فعلا،
وهل بتنفذي كلام سيدنا محمد ان انت عندك يقين في الاجابه ولا شكه؟ اقعدي مع نفسك، ما يمكن دي حاجه معطله ان دعوتك تستجاب، مأخراها. انت عماله تجربي، انت ما عندكيش ثقه في ربنا اصلا وانت بتدعي. لا، انا عارفه ان اموري هتتصلح، انا عارفه ان ده هيحصل، انا عارفه ان ربنا هيقدر الخير ليا، انا عارفه. بتدعي بالقلب ده ولا لا؟ بجرب هشوف يا ترى. اهو من الناس بيقولوا، سمعت في فيديو واحده بتقول هشوف اللي بيقولوه ده بيتحقق ولا لا. فصدقيني ده فيصل كبير جدا، فيصل كبير جدا ان يبقى عندك ثقه في الله. طيب، رابع نصيحه عايزه انصحك بيها بالذات في رمضان والوقت اللي باقي ده، انه من معظم بقى التجارب اللي حصلت في رمضان والورد واللي احنا بنحاول نلتزم بيه من اول رمضان، فانا عايزه انصحك ان انت تاخدي وردك بدري. يعني قبل كده قلت لكم اختاروا الوقت اللي يناسبك او قسميه على مدار اليوم او لكن لو انت حاسه ان الفتره اللي فاتت دي بتقع منك ايام كتير، يعني لو انت ملتزمه تمام، لو انت في ايام كتير بتقع منك، انصحك انك تاخدي وردك في بدايه اليوم، او نصه 3/4، يعني تبقي خلصتي كم كبير فيه بحيث ان يبقى فاضلك حبه صغيره بس هتلحقي تكمليهم باقي اليوم. ليه؟ لو قمتي على البيت وعلى الاكل وعلى المطبخ وعلى العيال وعلى معرفش مين والفطار والحلويات والكلام ده كله، انت مش يعني في ساعات شغلانات احنا ما شاء الله بنخش في المطبخ، لو احنا قاعدين هنقعد وهنطلع شغل وهنلاقي شغل يتعمل وهنفضل نعمل، مش هنطلع. فخدي حاجتك الاول. لو قعدتي دخلتي في قصه مثلا مذاكره مع اولادك، ما شاء الله هتقعدي، لو قعدتي لبكره انت قاعده ما عندكيش اي مشكله. فحاولي تخلصي وردك بدري او معظمه عشان يبقى سهل عليكي باقي اليوم. طالما انت ادي النهارده اهو 12 او 13 رمضان، 13 على ما الفيديو ده ينزل هتبقي ايه، فعلا قصرتي. فخلاص عوضي بقى في اللي جاي واضمني الصبح انا هاخد الورد المحدد، مش بقول لك كتري، على الاقل اللي انت محدداه لنفسك. وبعد كده بقى انا معاكم طول اليوم، بقى نشتغل بقى نعمل اللي احنا عايزينه. المهم ان انا هبقى خلصت حاجتي، اللي هو الاساس بتاعي في رمضان، الحاجه اللي انا عايزه اطلع منها. رمضان شهر القران، فلازم تاخدي الورد ده وما تاثريش في القران في رمضان، يعني هما مربوطين ببعض. رمضان اتشهر بالقران، معنى كده ان القران ده حاجه اساسيه ان انا اقراها في رمضان. طيب، خامس نصيحه عايزه اكلمك فيها النهارده، وهي الاطعام. فكره الاطعام بجد يعني حاجات كتير قوي بتتصلح في حياتنا، سواء بالصدقه او بالاطعام، الاتنين يعني تمام. اللي تقدري تعملي ده اعمليه، تقدري تعملي ده اعمليه. بس طبعا فكره الاطعام عموما يعني بيقول لك يعني بيمنع نقم كتير قوي عن حياتنا. فانا معيش فلوس، هطلع ايه؟ قلنا هطلع مثلا، انا عملت النهارده شويه رز وخضار ومش عارفه مين، هشيل شويه رز ونضاف على جنب. والله احتاجنا جوعنا اكلناهم ماشي، ما احتاجناش هشيلهم نضاف على جنب، وهحط جنبهم مثلا ان شاء الله شويه خضار. يا ستي مش عايز تطلعي بروتين، يعني لو بند مثلا اللحوم او الكلام ده هيعمل لك ازمه، ما تطلعيش. المهم انك انت تعملي وجبه، طلعي وجبه واحده عاديه من غير بروتين ولا من غير اي حاجه، واحده بس في ال 30 يوم. فاهمه؟ اكيد هتعرفي تجيبيها، يعني ان شاء الله تعملي اي حاجه. في ناس طلعي ازازه ميه حد يفطر عليها، طلعي بلحه حد يفطر عليها. ما بنزلش، انا ما بعملش. لو تقدري تحولي لاي حد من اللي بيعملوا اطعام دلوقتي كتير جدا، الفكره كلهم بيبقوا كاتبين ان من اول 10 و20 جنيه بتفرق معاهم. فاكيد طول الشهر هتقدري تطلعي 20 جنيه. فحاولي بس تطلعيها في بند الاطعام. تمام، هنطلع في بند الصدقه ونطلع في بند الاطعام وكل حاجه. تحولي على البنوك والمؤسسات والحاجات بقى اللي ارقامها بتبقى منتشره دلوقتي على فوري وانستا باي ومش عارفه ايه والكلام ده كله. حولي على اي بنك مثلا منهم يكون بيعمل اطعام، او مستشفى او الكلام ده كله. يعني بقول لك ركزي في بند يا الصدقه يا الاطعام. تمام، حاولي تعملي حاجه من الاثنين، ما تفوتيش الشهر ده الا وانت عامله الموضوع ده. والله لو قدرتي تطلعي ان شاء الله 10 جنيه كل يوم، يعني 10 في 30 يوم ب 300 جنيه، برضو يعني معلش معظمنا نقدر عليهم. عايزه تطلعيهم مره واحده طلعيهم، عايزه تطلعيهم متجزئين طلعيهم. بس ما تفوتيش الشهر الا وانت عامله حاجه. طيب، لا ما عنديش انا الكلام ده، برضو انا مش عارفه اعمل الكلام ده كله. قلت لكم قبل كده حاولي تطلعي حاجه من بيتك، حطيها مثلا في المسجد، تبقي طلعتي برضو سرقه. عندك شاحن قديم طلعيه، عندك صابونه في الخزين البيت، عندك صابونه زياده حطيها في التواليت بتاع المسجد. عندك مصليه قديمه حطيها في المسجد، خمار واحده مثلا تصلي بيه تاخدي ثوابها، سبحه، مصحف زياده من اللي بيجوا لنا هدايا، مش عارفه ايه. فكري في اي حاجه. اظن المسجد جنبك، هتقولي انا ما اعرفش ناس ان انا اطلع لهم الملابس. طب المساجد في كل حته، حطي اي حاجه في المسجد تتحسب لك، وكل اللي هيستخدمها طول الشهر ده هيدعي لك. فيعني في افكار كتير قوي ان احنا ممكن نعملها وبسيطه ومن البيت. انا بقول لك اي حاجه يا ستي، مفرش قديم فرحي بيه اي اسره تحطه في العيد. يعني مش عارفه، لو قعدتي تفكري، انا بحس دايما، بصوا انا عندي يقين في الموضوع ده، مش في اللي انا بتكلم فيه ده بس، في الحياة كلها اللي عايز يعمل حاجة هيعملها، وهيدور على مصادر، وهيدور على دخل، والظروف كلها هتتظبط. اللي عايز يعمل حاجة هيعملها وهينجح فيها.
انا دايما عندي اليقين ده، والفكره دي عمرها ما هتتشال من دماغي ولا اغيرها. اللي عايز يعمل حاجه يعملها. فلو انت ناويه، عارفه، لو النيه كده من جواكي صادقه، وانت يعني صادقه في النيه دي، ربنا هيدلك على فكره في دماغك تخلي حاجه عندك برضو تطلعيها، وممكن ما تكونش مكلفه جدا بالنسبه لك. دول الخمس نصايح بتوع النهارده، وان شاء الله يعني الفيديو الجاي برضو يكون فيه نصايح تانية. وعايزه قبل ما اختم اجاوب على سؤال بيجيلي بمناسبه صلاه التراويح. كومنتات كتير قوي بتيجي من اول رمضان: نصلي التراويح في البيت ولا نصلي التراويح في المسجد؟ واللي انا عايزه اجاوب عليه بالظبط نقطه ان في ناس بتبقى حاسه بذنب انها بتصلي التراويح في البيت، طبعا ستات يعني اللي بيكتبوا لي، فحاسين بالذنب بس هم حاسين ان هم في البيت اريح. يعني هنشوف. فتعالوا نتكلم في النقطه دي دلوقتي، وهي انه اصلي في المسجد ولا اصلي في البيت، ومين الصح. اولا، بالنسبه لنقطه المسجد: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يبقى انت عادي انك انت تروحي، ده مسموح لك وحلال وكل حاجه. طيب، في نقطه تانية: ان صلاه المراه في بيتها افضل. طيب، يبقى انا ده مسموح لي وده مسموح لي، ده افضل، فعايزه تعمليه اعمليه. طبعا احنا مش بننزل ال 30 يوم، يعني انت حتى لو نزلت المسجد مش هيبقى ال 30 يوم. ففي الحالتين حلال، لو هنتكلم في حلال وحرام ففي الحالتين حلال، وفي الحالتين كويس تمام. طيب، اروح ولا ما اروحش؟ واحس بالذنب لو صليت في البيت، ولا احس بالذنب لو انا عدى عليا مثلا ما روحتش رمضان كله بره، ولا هو ايه الفيصل في الموضوع؟ الفيصل ان الموضوع نفسه اللي انا بتكلم فيه، اللي هي صلاه التراويح نفسها، تتم على اكمل وجه. هي دي اللي انا هعملها. يعني الموضوع نفسه اللي انا بتكلم فيه صلاه التراويح، سواء في المسجد سواء في البيت. في ناس بترتاح في المسجد، ما بتحسش بالخشوع غير في المسجد ورا الشيخ وبصوته. ممكن اصلا يكون ربنا رزقها بمسجد حواليها، صوت الشيخ يعني ما شاء الله بيبقى هو لوحده كده بيساعدك على الخشوع، وان انت تدخلي في الدعاء وتعيطي وهكذا. فاكيد ده افضل. يعني انت لو هتدوري على الكلام ده كله، فاكيد انك تروحي له افضل، لو انت قلبك بيتحرك بالموضوع ده، وهتخشعي اكتر وهتحسي الصلاه اكتر في الوضع ده. طب انا بروح هناك مثلا، ساعات في مساجد بتبقى حوالينا، سبحان الله ربنا قدر انها مثلا ايه، اللي مهتمين بالمسجد مش بيهتموا بيه. المسجد ده حظنا ان في اطفال كتير بتيجي مثلا فبتلغوش عليكي، ايا كان. انت نفسك عندك اطفال صغيره مش هتعرفي، هتفضل دماغك مشغوله بيهم مثلا لو سايباهم مع حد. ايا كان ظروفك، انت بتخشعي اكتر في البيت يبقى تصلي في البيت، بتخشعي اكتر في المسجد صلي في المسجد. هو ده الفيصل، مفيش حاجه اسمها هنا ولا هنا، او احس بذنب. بتحسي بذنب في ايه؟ الاتنين حلال. ما تروحتيش ال 30 يوم، لكن انت في بيتك بتعطري اوضتك وبتعطري سجادتك وبتعملي اجواء كده لنفسك، وبتخشي تصلي وبتصلي بمصحفك، وبتبقي ما شاء الله عامله روحانيات في بيتك، يبقى جميل جميل جدا، وده احسن من اي حاجه. يعني لو في حاجه احلى حاجه، هو الوضع ده احسن حاجه. لكن عموما لو بتخشعي اكتر في المسجد، والمسجد اللي جنبك ربنا رزقك كده بمسجد كويس، روحي طبعا. فما فيش حاجه غلط في الاتنين صح. الافضل طبعا في البيت وتكوني عامله الروحانيات بتاعتك، لكن لو في البيت هتشوش، مش بقدر انا على نفسي، ما بعرفش اتله صح ايا كان، والمسجد هخشع اكتر، اروح. يا رب اكون افدتكم في النقطه دي. وده كده فيديو النهارده خلص يا بنات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.